المهرجان اللي تأسس في عام 1983 من وقتها يحافظ على الهوية متاعه، الإشعاع العربي والإفريقي مع الانفتاح على التجارب العالمية. أسبوعنا باش يكون كما كل مرة حافل بالعروض المسرحية من تونس، إفريقيا، من الدول العربية ومن العالم. السنة 11 بلد يشارك في المسابقة الرسمية اللي يتنافسوا فيها 12 عمل مسرحي. وسينا نابولي يا عين قولي يا عين قولي اشيل مكان لك حكاية ليلتها شفتك بحبايا مصرارة وسرك دوايا وسرك محلي للغنايا. والبداية مع السيدة لطيفة أحرار من المغرب. هي المديرة الحالية للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالعاصمة الرباط. مخرجة وباحثة أيضا ومديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالمغرب. فرحانة أنني حاضرة هنا في أيام قرطاج المسرحية في الدورة 26، وفرحانة أكثر بهذا التشريف وهذا التكريم إلى جانب شخصيات من العالم العربي وشخصيات مبدعة من تونس. كيشرفني أنني نكون في دار الأوبرا اليوم ونحضر لهذه الاحتفالية اللي يعني كتحتفل بالإنسان، كتحتفل بالمسرح، كتحتفل بالمسرح كنبض للشارع ونبض للاحتفال بالإنسان بتجلياته، بانتظاراته، بمقاومته في زمن التكنولوجيا والبحث عن ذاته ودواخله. هو الممثل المميز على الخشبة والركح بين الحروف الكميونة الصخرة. هو أيضا مجموعة أعمال ومدونة لا تنسى في الدراما التونسية. كما يقال دائما أني سعيد جدا بهذا التتويج وهذا التكريم اللي منذ سنوات ننتظره وانتظرناه ثم تحصلنا عليه هذه السنة، واللي مشكورة إدارة المهرجان وعلى رأس مسي خويا منير العرقي اللي أعطاني الفرصة هذه باش أتوج أو أكرم. وكان التكريم هذا راه ماهوش معناها إنهاء مهام، بل هو زيادة التواصل، زيادة المواصلة للعمل هذا اللي نعمل فيه. عماد بن محسن الشنفري، رئيس الجمعية العمانية للمسرح، كاتب ومخرج مسرحي. حقيقة يشرفني أن أمثل المسرحيين العمانيين في أول تكريم عماني في مهرجان قرطاج المسرحي. وحقيقة هذا التكريم ليس لعماد إنما لكل المسرحيين العمانيين الذين أعطوا أيضا إلى الأساتذة ممن علمونا المسرح في سلطنة عمان. هذا التكريم لهم جميعا. شكرا لأيام قرطاج المسرحية، شكرا لهذه الدولة التي بالفعل احتفلت بالمسرحيين العمانيين وكل المسرحيين العرب ومن مختلف دول العالم. شكرا لكم جميعا. يعني بمنطق الضرورة، يعني بمنطق الواجب أن يكون حاضر. توجهت لي الدعوة مشكورين إدارة هذه الدورة. طبعا من باب الواجب أن يكون موجود، لقاء مع الأصدقاء مع الزملاء، أيضا أنك تبدأ تستقرأ التطلعات بتاع الدورة هذه. نعاود نقول كما كنت نحكي توا فرحان برشا بالشعار هذه الدورة، المسرح ونبض الشارع. شعار نعتبره مهم جدا إلى درجة الخطورة بالمعنى الإيجابي. يعني نتمنى أن الدورة حقيقة اليوم التساؤل الحقيقي اللي عندي إلى أي مدى هذه الدورة ستكون وفية لشعارها، لأنه مهم برشا أنه المسرح
يكون عنده فاعليه في الواقع والوقائع وفي المجتمع وفي اليومي، باش ما نكونوش مجرد يعني في برجنا العاجي. مهم ياسر اليوم ان نكونوا في احتكاك حقيقي مع اليومي. واليوم توا سمعنا مثلا الاستاذ فتحي العكاري في التكريم تاعو قال كلمه يظهر يدخل بقوه في شعار حضوري يعني لي ما مش لليوم برك، معناها ان شاء الله نكونوا نواكبوا يا ربي في كل صحه جيده، ونواكبوا الدوره كلها اللي نقدروا عليه من مواكبتها من عروض ومن ديزاتوليي ومن فوروم ومن نقاشات للاعمال التي ستقدم. انا نقول ان شاء الله لو ماكسيموم بوسيبل ان شاء الله نوصل نواكبوا، خاطر ماك تعرف اون با توجور لو طون باش نشوفوا كل شيء، ما نجموش نقسموا رواحنا. هي تبارك الله تخمه نتاع ثقافه ونتاع مسرح ونتاع فنون، وفي وسط هالتخمه هذه ان شاء الله لو ماكسيموم بوسيبل يا ربي احنا نشوفوه. والله حضوري في افتتاح ايام قرطاج المسرحيه حاجه تشرفني برشا، على خاطر انا وليت ياسر مغرومه بالمسرح، وفرحانه اللي المسرح عندنا هالابداع هذيا وعندنا هالتطور هذيا، والعروض اللي فريمون حاجه تشرفنا برشا كتوانسه. فأنا يعني نحس بفخر لما نكون موجودة في تونس وفي الكم الهائل هذيا من العروض، حاجة تفرح برشا وحاجة تخلينا نفتخروا فن وبالمسرح اللي عندنا.